بلغني أيها الملك السعيد أن الدرويش الأول قال للمرأة: عندما رأيت هذه النظرة يا سيدتي على وجه عمي شعرت باستياء شديد، وقلت له: بالله عليك يا عمي لا تزد من شعوري بالذنب، فأنا مستاء بما يكفي لما حدث لابنك. وكان رده: يا أخي، فلتعلم أن ابني كان يحب إحدى الجنيات بجنون، وكثيرا ما كنت أمنعه من رؤيتها، لكنه لم يستمع إلي، والآن أدركت كيف خطط لكل شيء من وراء ظهري. فلما أقام مقرا أسفل القبر الذي تتحدث عنه وذهب لمقابلة حبيبته الجنية هناك، لقد فقدته الآن. فبكينا، ونظر إلي وقال: والآن ستحل محل ابني. لكن لم يكن هناك وقتا للبكاء، استمعنا قرع الطبول وأصوات الأبواق وصياح الرجال وهم يعطون الأوامر ببدء المعركة. سألنا عما كان يحدث، وعلمنا أن الوزير الذي تخلص من والدي يهاجم الآن المدينة بقوة عاتية، ولم يتمكن أحد من التصدي له. كانت المعركة التي تلت ذلك رهيبة، وتمكنت من النجاة بأعجوبة، وعلمت بأنني إذ وقعت في يد الوزير فسيقتلني ويقتل سياف والدي الذي أنقذ حياتي. وكانت أحزاني حينها أعظم من أي وقت مضى. لم أستطع التفكير وقتها في أي وسيلة للهرب سوى حلاقة لحيتي وحاجباي لتغيير مظهري، وبالفعل فعلت ذلك، وتركت المدينة قاصدا بغداد ومتظاهرا بكوني درويشا، ولم يكشف أمري حتى الآن. وكنت آمل أن أجد شخصا ما يساعدني في الوصول إلى الخليفة أمير المؤمنين حتى أخبره بقصتي. ووصلت الليلة، وأثناء وقوفي عند بوابة المدينة جاهلا أين يجب علي الذهاب، جاء هذا الدرويش الموجود بجانبي وألقى علي التحية. وبينما نحن نتحدث انضم إلينا هذا الدرويش الآخر عند البوابة، وأصرنا نحن الثلاثة حتى هدانا الله إلى منزلكن، وكان من كرمكن أن سمحتن لنا بالدخول. حينها قالت المرأة: انهض ويمكنك الرحيل. فرد عليها: والله لأبقين حتى أسمع روايات الآخرين. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. بكرة قصة جديدة. تصبحوا على خير.